بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اخواتي وحبايبي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. بطوله جديده يشارك فيها بطل افريقيا بمشاركه بطل اوروبا، وتقام اول مباراه على ملاعب بطل افريقيا. تاني خبر معانا بيقول الفيفا يدرس اقامه مباريات الدوري خارج الدوله. تالت خبر معانا بيقول عودة تريزيجيه اقتربت من جديد في خلال كأس العالم للأندية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة. صلي على الرسول وندخل في التفاصيل على طول. أول خبر معانا بطولة جديدة هي بطولة القارات أو بطولة كأس الكونتيننتال، يشارك فيها 7 أبطال القارات، تقام في شهر 12 من 2024. تقام البطولة على 5 مراحل، على 5 مباريات في 3 مراحل. أول مرحلة بيتم فيها يعني ملاقاة بطل آسيا وبطل أفريقيا مع بطل الأوقيانوس، وخروج منهم فريق واحد لملاقاة الفائز من مباراة بطل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واللي بيكسب منهم بيقابل بطل أوروبا اللي هو ريال مدريد في نهائي البطولة. يعني يا سيدي ملخص الكلام كده إن بطل أفريقيا هيعملوا قرعة ما بينه وما بين بطل آسيا. اللي هيكسب القرعة دي هيلاعب بطل الأوقيانوس اللي هو دايما بيكون أوكلاند سيتي. اللي هيكسب المباراة دي هيلاعب اللي خسر من القرعة، واللي هيكسب من الماتشين دول هو اللي هيلاعب الفائز من مباراة بطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبيه يقابلوا بعض. وبعد كده الفائز منهم يلعب مباراه واحده بس، يعني بطل اوروبا ريال مدريد هيلعب مباراه واحده بس وهي النهائي. طب ايه الحكايه انه هيلعب اول مباراه في ارضه؟ ان البطوله دي مش بطوله مجمعه، دي بتقام على 5 مباريات، كل مباراه في مكان مختلف. واول مباراه بتكون على ارض الفريق، يعني بطل اسيا او بطل افريقيا حسب لو كسب القرعه. يعني لو بطل اسيا كسب القرعه هتقام اول مباراه ما بينه ما بين بطل الاوكيانوس على ارضه، وبعد كده يتقابل مع بطل افريقيا على ارض بطل افريقيا مره تانية للوصول لفريق واحد منهم من ال3 فرق دول. ولو العكس، لو بطل افريقيا هو اللي كسب القرعه هيلعب اول ماتش على ارضه، وبطل اسيا ينتظر الفائز من مباراته مع مباراه الأوكيانوس ويلعبوا هو على أرضه مرة تانية. يعني كده كده بطل أفريقيا هيلعب ماتش على أرضه سواء مع بطل الأوكيانوس أو من الفائز من مباراة بطل الأوكيانوس وبطل آسيا. ده أول خبر معانا. تاني خبر معانا وهو خبر مهم جدا لجماهير النادي الأهلي ولجماهير الكورة عموما، إن الفيفا يدرس إقامة مباريات الدوري خارج البلد. يعني إيه؟ يعني الأهلي يقدر ياخد بلدية المحلة ويطلع يلعب في إيطاليا، يقدر ياخد المقاولين العرب يطلع يلعب في السعودية، يطلع يلعب في آسيا. وطبعا اي فرق في العالم تقدر تيجي تلعب في مصر. يعني ممكن تشوف في مصر مباراه في الدوري الايطالي او في الدوري الاسباني او في الدوري الانجليزي. وطبعا تقدر تشوف في دول الخليج، اللي اكيد الموضوع ده معمول لدول الخليج ولدول شرق اسيا والولايات المتحده الامريكيه. موضوع لسه في دراسه في الفيفا. تم دراسته في الكونجرس الاخير للفيفا وسيتم اعاده مناقشته مره اخرى. تم تكليف 10 اشخاص للبحث في الموضوع عشان يشوفوا هيأثر في الجماهيرية. طب هيعملوها يعني عدد الماتشات، طب الدنيا هتبقى ازاي، يعني عشان يتعمل لها نظام ويتعمل لها كده ترتيب. تالت خبر معانا وده خبر مهم جدا جدا وهيسعد كتير من الأهلاوية. كنا انفردنا من شهرين بخبر عودة تريزيجيه للنادي الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعًا رجعنا تاني نتكلم في الموضوع، لإن الأيام اللي جاية دي في خلال يومين 3 كده هتبدأ الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام كلها تتكلم عن الموضوع من جديد، لإن في تطورات حصلت جديدة عايز أقول لك عليها عشان تبقى أول مرة تسمعها عندنا هنا عند بابا المجال وعلى قناة الأهلاوية. نادي طرابزون التركي بيحاول محاولة جادة جدًا، جدًا، جدًا إنه يجدد مع اللاعب، لإن اللاعب تألق شديد جدًا، جدًا ومن أفضل اللعيبة في تركيا. فنادي طرابزون عايز يجدد التعاقد مع تريزيجيه. ينتهي عقد تريزيجيه مع طرابزون 2026، نهاية سنة 2026. يعني تريزيجيه هيقضي موسم الانتقالات القادم، مش اللي هو شهر 12 ده أو شهر 1 اللي جاي، اللي هو شهر 6 بقى أو بعد القادم، لإن إحنا تقريبًا في موسم الانتقالات الحالي يوقع لأي نادي مجانًا. فالنادي التركي عايز يعني يسبق بخطوة كده ويوقع مع تريزيجيه لمدة موسمين كمان. تريزيجيه عنده أكتر من عرض من أكتر من نادي أوروبي كبير، لكن ما فيش حاجة رسمية، يعني كله كلام وكلام. فالنادي الأهلي استغل فترة وجود اللاعب خلال البطولة الودية التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخب مصر ومنتخب كرواتيا ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا. والمنتخب المصري
وصل فيها للمركز الثاني، واستغل تواجد اللاعب في القاهرة وعرض عليه الموضوع. الموضوع باختصار إن اللاعب يوافق على التجديد لطرابزون التركي، مقابل إن طرابزون يعني يسيب اللاعب في آخر 6 شهور من عقده، اللي هو آخر سنة 25 وصولا لآخر 26، يعني في توقيت قمة بطولة كأس العالم للأندية من شهر 6، تحديدا من شهر 6 25 لأول سنة 26. وبعد كده اللاعب هيجدد لطرابزون لمدة سنتين. يعني اللاعب هيشتري جزء من عقده من طرابزون مقابل إنه يجدد سنتين. يعني طرابزون هيسيب للاعب 6 شهور، وهو هيقدم لهم بعد كده سنتين. يعني تقريبا هي هتبقى صفقة ما بين اللاعب وإدارة النادي الأهلي ونادي طرابزون التركي، واللاعب رحب بالفكرة جدا جدا جدا، وهينفذها خلال الأيام القادمة دي. لكن في حالة واحدة بس يعني ممكن توقف تنفيذ الخطة دي، إن اللاعب يجي له عرض من أحد الدوريات الكبرى، واللي اللاعب بيأكد عليه إن عنده أكتر من عرض، لكن لغاية دلوقتي مفيش حاجة رسمية. يعني الحالة الوحيدة فقط إن تريزيجيه مش هيجي فيها النادي الأهلي، إن ما يجيلوش عرض، إنه يجي له عرض من أحد الدوريات الكبرى الخمسة الكبرى. غير كده باذن الله وامر الله تريزيجيه ممكن يكون موجود في الاهلي في كاس العالم للانديه. طيب المقابل المادي لتريزيجيه كبير. يعني هيبقى فيه اتفاقات وتفاصيل في الصفقه كبيره جدا، هيتم الاعلان عنها الايام الجايه، هقولها لك بالتفصيل. منها موضوع الصور والاعلانات. يعني ممكن يكون في موضوع يعني حمله اعلانيه ودعائيه للاعب كده لاكثر من شركه، وده يكون يعني وسيله من الوسائل، بالاضافه الى الشركه الرعايه الجديده اللي هتقدم برضو يعني مبلغ ضخم من أجل الصفقة. وده طبعا كل الصحف والمجلات اتكلمت عنه، لكن ما حدش قال لك التفاصيل دي غير بابا المجال. هتلاقي عندنا دايما التفاصيل مختلفة، وهتلاقي عندنا دايما الجديد. يا ريت لو مش متابع للقناة تعمل متابعة للقناة عشان يوصل لك كل جديد. قناة الأهلاوية بتجيب لك كل التفاصيل حصرية قبل أي حد. الأخبار اللي لسه هتسمعها الأيام اللي جاية، يا ريت وأنت ماشي تعمل لي لايك على الماشي، والسلام عليكم.